نهضر. اي واحد الذوق خيالي، والله غير خيالي، من الكريمه للعجينه. المهم سميو بسم الله ونروحوا للوصفه وجربوها وردوا عليا بالاخبار. في غيسيبيو هنا راح نبداو بالعجينه السح تاع الكاطو. درت 2 حبات تاع البيض، ضفت عليهم رشه تاع الملح، نخلطهم شويه ونروحوا نضيفوا السكر. بالنسبه للسكر البنات راني نقصت الحلاوه لانه رايحه نضيف العسل. الوصفه الاصليه فيها كاس معمر تاع السكر، الكاس اللي هز لي 220 مليلتر، انا ضفت كاس قل ربع، يعني ناقص 2 اصابع. ورايحين نخلطوه مليح حتى يبيض الخليط اكيد ويذوب معنا السكر. ضفت هنا كميه لاباس بها تاع لافاني. انا ديما نقول لكم البنات نستعمل لافاني تاع المشراه، تعطيني يعني نتيجه مثاليه في الحلوى تاعي. وضفت 4 مغارف كبار تاع العسل. العسل راهو ضروري البنات في الوصفه، يعني ما تقدروش تستغناو عليه، خاطر هو اللي يزيد يعطيكم البنه والذوق. انا عندي وصفه من قبل كنت درتها من قبل، وصفه يعني كانت حصريه بذوق الليمون. بربي ان شاء الله نحاول، كاين بنات طلبوا مني الوصفات القدم نريكيبيريهم لانه القناه تحدفت، ما نقدرش يعني نجيبها من الوصفات، ما غير كان زدت عاودت حوست لكم عليهم من اول وجديد يعني في الكرارس القدم، وكاين حتى وصفات ما مكتوبينش. المهم رايحه نضيف هنايا كاس نتاع المارغرين. مش كاس، هو جا كاس 200 غرام، راح نعطيكم الوزن تاعو 200 غرام تاع المارغرين، ما يعادل كاس هذا تاع 220 مليلتر مارغرين. اكيد رايحه تكون دايبه وبارده، ونضيفوها على دفعات كيما راكم تشوفوا. كل ما تنسجم معي نضيف الكميه اللي عندي. ورايحه نضيف هنايا الكاكاو. بالنسبه للكاكاو ننصحكم البنات تخيروا النوعيه اللي تكون مليحه، الكاكاو البني المليح هذاك اللي يجي بنين. انا شريت تاع الميزان، ضفت 2 مغارف كبار. رايحين نغربلوه كيما راكم تشوفوا. نروح نخلط درك بشويه بالباطير، ونضيفوا كيس تاع خميره الحلوى تاني نغربلوه كيما راكم تشوفوا. هذه الحلوى البنات راهي معروفه، كيكه العسل، كاين يقولوا الروسيه، كاين يقولوا لها الاسبانيه. المهم كل واحد كيفاه يسميها يا البنات، حلوى وخلاص. انا هذه ما عنديش مشكل، تاع روسيه اسبانيه، المهم مادام وصلت عندنا رجعت جزائريه ولا واش قلتوا يا البنات. المهم نخلط هذاك الكاكاو مليح حتى ينسجم باش ما يبقاوليش هذوك الحبيبات تاع الكاكاو، تجينا العجينه اللون تاعها واحد. نخلطها شويه ونروحوا نضيفوا الفارينه. بالنسبه للفارينه البنات انا بقيت نضيفها هنايا برك ونخلط حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه كيما تاع الصابلي. هي تدي لكم واحد 3 كيسان ونص حتى 4 كيسان. الفارينه اللي ديما نقول لكم انا نستعمل لابيل عادي، يعني تصلح لي لكل شيء. شوفوا الخليطه البنات، هذاك اللون يعني كيعود الكاكاو تاعكم مليح، تضمنوا باللي الحلوى تاعكم تجيكم بنينه. بقيت نضيف الفارينه بالعقل، خلطوا بلا ما تعجنوا. درك هنا راح نعطيكم عده اقتراحات في الوصفه هذه. انا درتها بالطريقه هذيك، تقدروا نتوما تقسموها برك على 4، يعني ديروا 3 طبقات، والرابعه هذيك ديروها ترحيوها وديروا الكريمه في الطبقه الاخيره كيما تقدروا ديروا كيما درت انا حبيت نربح الطبقات كتر. بقيت نخلط. دوك تشوفوا الطراوه تاع العجينه اللي نوصلوا ليه، ما تنشفوهاش البنات بزاف لانه فيها الكاكاو، فهمتوني؟ حاولوا ديروها طريه كيما تاع الصابلي. شوفوا تلقاو الصحن تاعكم تنظف بالفارين خلاص من العجينه هذيك. هذا هو القوام. ها هو نخليها درك ونقسمها. انا درتها على 5 طبقات، قلت لكم تقدروا ديروا 4 طبقات، 3 يعني، والرابعه هذيك ترحيوها لانه الكريمه البنات تكفيكم في الحالتين، تكفيكم اذا درتيوها كيما تاعي رايحه تكفيكم، واذا درتيوها بالطبقه الاخرى تضيفوا لها الكريمه تاني تكفيكم. ان شاء الله تكونوا برك فهمتيوا عليا البنات. انا ديما معكم في التعليقات، نقرا تعليقاتكم واحده واحده. اي استفسار ولا اي حاجه نسيتها انا وساعتها البنات والله ما نركز. كيما حلوى الطابع قلت لكم النشا بصح هي ما فيهاش النشا، ساعات البنات نعاود نصح لكم في التعليق، سامحوني برك البنات والله، غير حاجه نديرها بغير قصد، نهضر بصح نغلط يعني في المقادير. هذه هي البنات. بعد ما قسمتها على 5 خبزات بديت نطرح فيها هنا لازم ضروري ورق الزبده، نحطوا نرشوه بشويه تاع الفارينه ونبداو نطرحوا في العجينه تاعنا. ما تكثروش الفارينه بزاف البنات، هي تلصق صح معاكم. حاولوا الكراس تاعكم تديروه ترشوه بشويه تاع الفارينه وتطرحوا العجينه تكون شويه رقيقه، خاطر فيها الخميره البنات هي تطلع. وما ديروا لهاش حساب خلاص في الاول تبان لكم حلوه عاديه بصح النتيجه مذهله البنات، مذهله. نهدا الحلوه تاع الطبقات
من احب الوصفات عندي وعند العائله تاعي. اما تاع القارص واش نقول لكم يا البنات، الوصفه هذيك تاع القارص كانت حصريه على قناتي، ولحد الان ما لقيتش وصفه كيما هي، راهي مكتوبه عندي بربي ان شاء الله رايحه نعاودها لكم، خاصه ديروها درك في العيد الكبير، وعشاق الليمون رايحه تعجبهم لانه تركب على القارص هذيك الوصفه. نفس الفكره بصح تختلف شويه. نزيد نديرها وننقبها بالفرشيطه، نحطها طيب عادي على 150 درجه. يعني انا والله ما شعلت لها البنات من الفوق، شاحت لي برك من الفوق، يعني طيبتها من تحت على 150 درجه وخليت الفرن تاعي سخون، طلعتها للوسط ونشفت معاي. درك نروحوا للكريمه. طيبت انا ال5 حبات هذوك تاعي كاملين. نروحوا للكريمه. بالنسبه للكريمه راح نضيفوا 2 حبات نتاع البيض، 7 مغارف تاع السكر الحرش، راح نديروا هنايا الكريمه تاعنا، ونضيفوا 7 مغارف تاع انشا. شوفوا هنا حبيت نعطيها لكم هكذا بالمغارف، المغارف الكبار عادي تاع العشاء كيما راكم تشوفوا. نضيفوا كميه لاباس بها تاع لافاني. لافاني ما تشفقوش البنات لانه الصح كامل والبنه في الكريمه تاعكم هي اللي تزيد تعطيني طراوه للحلوى وتعطيني بنه. خلطت هذاك البيض مع السكر ومع النشا، 7 سكر حرش كيما قلت لكم و7 نشا. هنزيد نركز مع المقادير باش ما نغلطش البنات. من بعد هنا دفيت الحليب نتاعي وبقيت نخلط، نضيف بالعقل ونخلط، ويعني بسرعه فائقه باش ما يطيبش معاكم هذاك البيض. وغير نحطوا تاني كيف تروحوا تخلطوا على النار وتبقاو تخلطون حتى تحسوا باللي الكريمه تاعكم هذيك بدات تخرج في الفقاعات. في الاول تخرج فقاعات صغيره، حبسوا احقا ما تحبسوش حتى تبدا تخرج لكم في الفقاعات الكبيره. الكريمه تاعي خليتها باتت البنات للامانه ما قدرتش نكملوا هذاك النهار. طيبت الكاطو تاعي وحطيت الكريمه في الفريجيدار. في الصباح جبت هنا 250 غرام تاع المارغرين، يعني الوصفه كامله دات لي 450 غرام. في الاول حطيت 200 غرام زبده دايبه، وهنا في الكريمه 250 غرام تاع المارغرين تكون طريه، ورايحه نبدا نضيف عليها في الكريمه هذيك بالعقل حتى تطلع لنا كيما لاموس وكيما كريمه الزبده. ونزيدوا نضيفوا كميه في الاخير كي تكملوا تاع لافاني. نروحوا درك كيفاه نمونطيو الحلوى تاعنا. قسمت الكريمه تاعي 4 اقسام متساويين، ونبداو البنات نمشيو في الكريمه نتاعنا كيما راكم تشوفوا على طول هذاك المستطيل تاع الكاطو تاعنا. كيما قلت لكم البنات تقدروا تستغناو على الطريقه هذه تاعي، ديروا 4 خبيزات، 3 ديروا لهم الكريمه، والرابعه هذيك تميكسيوها في الميكسور، والطبقه الاخيره تحطوا لها الكريمه وتدروا عليها هذاك الكاطو اللي رحيتيه. ان شاء الله تكون الفكره مفهومه. ضغطوا ضغطه خفيفه باش الكريمه هذيك تدخل مليح في الكاطو تاعنا، على خاطر قلت لكم في الاول تلقاوه يابس، ومن بعد البنات غير تحطوا له الكريمه رايح يشرب. هنا البنات من الاحسن انكم تخليوه يبات ليله كامله، واللي راهي مزروبه تقدر تخليه 2 سوايع هكذا. كان على هذه الطبقه الفوقانيه ما شربتليش مليح، ما عطيتوش حقه، يعني ما نورمالمون نهار كامل هذا الكاطو. كيما الوصفه اللي عندي هذيك 24 ساعه باش تقدروا تقطعوها. قطعته معكم البنات. هنا الطبقه الاخيره انا واش درت لها، دهنت لها شويه تاع الكونفيتير وجيت نقطعها التقطاع هذا، يعني في الاخير ندمت عليه، ما على باليش علاه درت هاد التقطيعات هذا، وكنت قادره نديرو برك مربعات ولا كاريات، بصح حبيت نعطيكم فكره هنا باش تقطعوها. شوفوا يعني هي مليحه بصح في الماكله شويه تعذب، بصح بريستيج الله يبارك. قلت لكم الطبقه الاخيره كنت درتها بشويه تاع الكونفيتير، رشيت عليها شويه تاع الكاوكاو ملون وقطعتها هنا معاكم. انا قلت لكم الحلوى هذه هبلتني يا البنات وهبلت العيله تاعي، يعني كليناها ومازال ما شبعناش وقالوا لي عاودها لنا. وصفه من اروع ما يكون. هي الوصفه راهي قديمه يا البنات، ماهيش وصفه جديده، ومولفين نديروها في المناسبات وعندها عده اذواق. اليوم درتها لكم بالذوق هذا، انتظروا الوصفه ان شاء الله الجايه في فيديو مختلف. يعني ما نقول لكمش يعني عن قريب، بصح ماني كتب ربي هي شويه فيها الخدمه، بصح بربي ان شاء الله هذا الوصفه رايحه تفرحكم، توجدوها لافراحكم ومناسباتكم. الفيديو راهو كمل، الوصفه تاعي راهي كملت، تستنى منكم الدعم البنات.